السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك مشاكل في بيتك ومشاكل مع أولادك، انت محتاجة دايما سلاح مهم جدا، سلاح الدعاء. سلاح الدعاء هو ما تجربش، ولو جربنا بنجربه في المواقف الصعبة بس، لكن في المواقف الحياتية العادية مين فينا راحت لربنا في كل مشكلة ودعت بإخلاص؟ ادعي بإخلاص، ادعي من كل قلبك، ادعي قوي، ادعي وانتي مصممة ان ربنا يهديكي، ادعي وانتي موقنة ان ربنا هيديكي، ادعي باسم الله الولي، باسم الله الحميد، الولي الحميد. يا ولي يا حميد يا الله، يا ولي تولى أمري في موضوع ولادي وجوزي وبيتي وحياتي كلها. يا رب يا حميد ارزقني الحمد وطاقة الحمد ونور الحمد اللي يخليني، بما اني مسؤولة، فالمفروض ان انا في منصب قيادي. خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا، انا في منصب قيادي، فالمفروض ان انا بوجه وبحرك وبأمر ولادي في حاجات كتير، فانا كأني في ايدي ريموت كنترول. فتخيلوا حد معاه ريموت كنترول وريموت ما فيهوش حجارة، فعمال يدوس على زراير والاشارة ما بتجيش وما فيش حاجة بتتغير. طيب انا محتاجة ايه؟ انا محتاجة ادعو الله الحميد عشان يرزقني طاقة الحمد اللي تخليني لما اقول لابني افعل كذا يعمل، ولا تفعل كذا ما يعملش، يبقى الموضوع سلس وبهدوء. الحياة مش معاناة وحرب، لان هما وحشين ولا انت وحشة، لا هما وحشين ولا انت وحشة، هي بس كل الحكاية ان في بينكما مفيش طاقة الحمد اللي جاية من ربنا. طاقة الحمد مش طاقة الشكر يا جماعة، طاقة الحمد هي الطاقة اللي تخليكي عندك القدرة انك انت تمشي الامور زي ما انت عايزة. انت مش شريرة، انت نواياكي خير، انت عايزة بتقول له قوم ذاكر عشان المذاكرة خير، قوم اتوضى وصلي عشان الصلاة في مصلحته، قوم اعمل كذا علشان ده خير، سيب الموبايل، انت قصدك خير ونيتك خير. بس ليه الدنيا بتمشي خارج السيطرة وخارج مش في ايديا؟ ليه؟ علشان انا ما عنديش طاقة، مش حنتش طاقة. فاي شيء انا محتاجاه لازم الاول اشحن من ربنا بالدعاء بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده يعمل ايه؟ نتيجة 90% و99% كمان من النتيجة، والباقي هقول لابني اعمل ونشوف الطريقة الصح ونحاول نتناقش، او هتلاقي سبحان الله سعي انت بتعمليه جسدي او سعي مادي انت بتعمليه، بس الاصل لا نغفل عنه وهو السعي القلبي، سعي النفس، سعي بيني وبين ربنا. انا بطلب بستعين، اياك نعبده واياك نستعين، بطلب الاستعانة من الله عشان اوصل للشيء ده. فربنا سبحانه وتعالى يرزقني طاقة ونور تخليني اقدر اشوف ايه الصح واعمله، واقوله ازاي واقوله امتى، والدنيا تمشي، بدل ما احنا عمالين نخبط، عشان احنا بنخبط عشان بنشتغل من عندنا بس، من طاقتنا احنا بس. من عندك الدعاء بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا لما أشتغل في أي موضوع يخصني بيني وبين ولادي ولا بيني وبين أي حاجة في الدنيا من نفسي، أنا نفسي لا حول لها ولا قوة، لكن أنا شحنتها بطاقة الدعاء من ربنا، وتخيلت إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيرزقني الطاقة اللي هصرف بيها على الموضوع ده، فتخيلي هيمشي إزاي. فالدعاء، الدعاء ده خطير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء مهم جدا جدا جدا. فأنت توجهي لأي شيء عامل لك إشكالية، أولا وبنسبة كبيرة اسحبي طاقة من ربنا، اسحبي نور من ربنا، اشحني بينك وبين ربنا الأول للموضوع ده قبل ما تروحي تمدي إيدك فيه، قبل ما تبتدي تتصرفي وتتحركي وتقولي كل يوم أنا هشحن نفسي طاقة ونور من ربنا. طبعا في صلاة الفجر وفي قيام الليل، واخدهم واصرف بيهم على يومي، وانا بتكلم مع اولادي هلاقي نور، وانا بتكلم مع زوجي، وانا بتكلم واحدة على واحدة على واحدة، لما يبقى نظامي ان دائم في حياتي شحن، لان في فجر كل يوم وفي قيام ليل كل يوم، دي طاقة شحن ربنا فاتحها كده للكون، اسحبي اسحبي منها. لكن لما اقوم من غيرهم وابتدي حياتي من غيرهم، انا بصرف من عند نفسي، باخد طاقة من عند نفسي، فانا نفسي ايه؟ نفسي غلبانة لا حول لها ولا قوة، بدون الله لا حول لها ولا قوة، بتقدرش. انا بشحن من الله
بعد كده نفسي تنور، قلبي ينور، نفسي تنور، ابتدي عقلي ينور، اختار كلماتي، تلاقي الدنيا ماشية بسلاسة وبهدوء وحلوة. احنا مش في حرب. فهي معتمدة في الأول وفي الآخر على علاقتي بربنا. أشحن علاقتي بربنا والدنيا تظبط بأمر الله. والدعاء وصيتي في هذا الفيديو، وصيتي الدعاء. ادعي ربنا واستعيني بالله وقيمي الليل وصلي الفجر واشحني الأول من ربنا. ما تقوميش على طول تتحركي على دنيتك، قبل ما تتحركي اشحني. احنا ما فيناش شحن ذاتي، احنا شحننا الذاتي بنجيبه من ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.